مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي عين على العالم، والذي يأتيكم مباشرة من قناة أمريكا اليوم. في هذا الأسبوع رصدنا لكم أبرز الأحداث التي كان لها وقع مؤثر لدى الكثير منكم، ومن بين تلك الأحداث: الخارجية المصرية تعلن تحرير 6 أقباط اختطفوا في ليبيا. يضم مسجدا وكنيسة وكنيس تدشين بيت العائلة الإبراهيمية في الإمارات. الحكومة الألمانية تبحث منح تأشيرات لضحايا زلزال تركيا وسوريا. الكشف عن هوية الزعيم الجديد لتنظيم القاعدة، جندي سابق بالجيش المصري ويقيم في إيران. 3 قتلى و5 مصابين بإطلاق نار في جامعة ميشيغان، والدوافع المحتملة للهجوم في قبضة الشرطة. أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. ومن مصر، أعلنت وسائل إعلام مصرية الجمعة تحرير الأقباط 6 المحتجزين لدى مجموعة مسلحة غرب ليبيا. وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت في وقت سابق متابعتها لحادثة احتجاز 6 مصريين بمركز للهجرة غير الشرعية ولا يخضع للسلطات في غرب ليبيا. وأضافت الوزارة في بيان لها أن السفارة المصرية في ليبيا تواصلت مع الجهات المعنية الليبية للتدخل من أجل إطلاق سراح مواطنيها. وأهابت الوزارة في بيانها بالمصريين إلى عدم مخالفة تعليمات السفر الصادرة عن الوزارة إلى ليبيا. ونبقى في مصر. في ظل أزمة اقتصادية حادة تشهدها مصر، يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو يدعي ناشروه أنه لطرد لجنة تحصيل ضرائب من محافظة دمياط في شمال مصر حديثا، لكن الفيديو في الحقيقة ملتقط قبل قرابة 4 سنوات حسب ما أوردت خدمة فرانس بريس لتقصي الحقائق. ويظهر في الفيديو تجمع وسط شارع تعلو خلاله الأصوات على مجموعة أشخاص يحملون ملفات في محاولة لطردهم. وجاء في التعليق المرافق أن المشاهد تظهر تصدي أصحاب محلات تجارية للجنة المكلفة بتحصيل الضرائب في دمياط. وأشار التعليق إلى أن المواطنين عاجزون عن تأمين قوتهم، فكيف لهم أن يسددوا الضرائب؟ وحظي الفيديو بمئات الآلاف من المشاهدات من صفحات مصرية عدة في موقع الفيسبوك في ظل أزمة اقتصادية حادة تشهدها مصر مع تراجع قيمة العملة المحلية ووصول التضخم إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 5 سنوات. وزاد سعر السلع الغذائية بنسبة 37.9% وفقا للأرقام الرسمية. ويعيش ثلث سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين تحت خط الفقر وفق البنك الدولي، بينما ثلث آخر معرضون لأن يصبحوا فقراء. لكن الفيديو في الحقيقة ليس حديثا، وأرشد بعد البحث باستخدام صورة ثابتة منه إلى أنه منشور في صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في فبراير من العام 2019. وجاء في التعليقات المرافقة له أنه يظهر طرد لجنة الضرائب والتأمينات من دمياط بسبب تشميع المتاجر وفرض زيادات ضريبية. ونقلت آنذاك مواقع إخبارية محلية أنباء عن إغلاق متاجر في دمياط تخوفا من حملة لتحصيل الضرائب. دشن وزير داخلية الإمارات الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ووزير التسامح والتعايش الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بيت العائلة الإبراهيمية ضمن منطقة السعيدات الثقافية. وأفادت وكالة أنباء الإمارات بأن البيت يضم 3 دور عبادة، مسجد وكنيسة وكنيس، حيث سيبدأ باستقبال زواره في 1 من مارس من العام الجاري. وبحسب وام فإن بيت العائلة الإبراهيمية يعكس رؤية الإمارات وقيمها لتلاقي الإنسانية وحوار الثقافات والتنوع الذي تتسم به دولة الإمارات العربية المتحدة، مكرسا جهوده لتعزيز التعايش السلمي للأجيال القادمة ومستلهما مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها قداسة البابا فرانسيس وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب في أبو ظبي من العام 2019.
من جهته أوضح رئيس بيت العائلة الإبراهيمية محمد خليفة المبارك قائلا: يأتي تأسيس بيت العائلة الإبراهيمية ليشكل امتدادا لإرث الوالد المؤسسة المغفور له الشيخ زايد والقيم التي بني عليها دولتنا، ورؤيته للسلام وقيم التفاهم والاحترام المتبادل في دولة تحتضن اليوم أكثر من 200 جنسية من حول العالم. ونأمل أن يكون هذا الصرح مصدر أمل لأجيال المستقبل ومنارة تجمعهم على الخير لأجل عالم متفاهم ومتعايش بسلام. وتمت الإشارة إلى أن بيت العائلة الإبراهيمية يضم دور عبادة ثلاثة، وهي مسجد فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، وكنيسة قداسة البابا فرانسيس، وكنيسة موسى بن ميمون، حيث تتيح هذه المرافق الثلاثة للزوار فرصة للاستفادة من الخدمات الدينية التي توفرها وممارسة شعائرهم وعبادتهم، كما يمكنهم حجز الجولات الإرشادية والمشاركة في الاحتفالات الدينية والاطلاع على المعتقدات الإيمانية والدينية المختلفة. بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، يرغب كثير من الأقارب في ألمانيا في استقبال الناجين من كارثة الزلزال من البلدين. وتبحث الحكومة الألمانية مع ممثلين عن الولايات والبلديات سبل تعزيز التعاون في ملف اللاجئين وسط حديث عن مقترح حكومي لمنح تأشيرات دخول المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا وفق شروط. فماذا وراء هذا المقترح؟ وهل ما زالت ألمانيا قادرة على استيعاب لاجئين آخرين؟ المزيد نتابعه في سياق هذا التقرير. لدعم ضحايا الزلزال، قررت ألمانيا تسهيل منح تأشيرات دخول إلى أراضيها مدتها 3 أشهر للمتضررين الأتراك السوريين من الزلزال المدمر والذين لديهم أقارب في ألمانيا. قرار يساعد المنكوبين في الحصول على مأوى وعلاج وفق شروط محددة. فكيف تتقدم بطلب للحصول على تأشيرة؟ برلين لم تتنازل عن جميع متطلبات التأشيرة العادية والتي تتضمن تقديم جواز سفر ساري المفعول، وهو الأمر الذي قد يشكل عقبة أمام الأشخاص الذين فقدوا كل ممتلكاتهم بعد انهيار أبنيتهم. ولكن من أجل التمكن من مساعدة الأشخاص الذين فقدوا وثائق سفرهم بسرعة في الكارثة، تقوم وزارة الخارجية الألمانية بالتنسيق مع السلطات التركية. بمعنى آخر، يجب على المتقدمين الحصول أولا على مستندات جديدة من السلطات التركية. وبحسب السلطات الألمانية، يجب على كل طالب تأشيرة إثبات أن مكان إقامته يوجد في المنطقة التي تعرضت للزلزال، وأنه قد تضرر بالفعل، وأن لديه أقارب في ألمانيا من الدرجة الأولى وهم الوالدان أو الأطفال، أو من الدرجة الثانية وهم الأشقاء والأجداد والأحفاد، شريطة أن يكونوا مواطنين ألمان أو لديهم إقامة دائمة. وعلى العائلة المضيفة أن توقع إقرارا بالتكفل بمعيشتهم ونفقاتهم في ألمانيا، كما يتوجب على الحاصلين على التأشيرة التوقيع على تعهد بالعودة إلى ديارهم. لكن ماذا بالنسبة للمتضررين في سوريا؟ بالنسبة للسوريين، فالطريق إلى الحصول على التأشيرة الألمانية أكثر تعقيدا، إذ لا توجد علاقات دبلوماسية بين ألمانيا وسوريا التي تعاني أصلا من تداعيات أكثر من 11 عاما من الحرب. فعلى الراغبين في طلب التأشيرة التوجه للسفارات الألمانية في بلدان المجاورة، وهو أمر كان صعبا حتى قبل وقوع الزلزال. مشاهدينا، وننتقل من الإمارات إلى السعودية، حيث قدمت بعض أكبر الأسماء في صناعة الموسيقى عروضا استثنائية في مهرجان ميدل بيست الأخير الذي أقيم في مدينة الرياض السعودية شهر ديسمبر الماضي. ومن بين هذه الأسماء نجد دي جي تيستو، مارشميلو، بوست مالون، برونو مارس وديفيد جيتا، والذين قدموا عروضا أمتعت الجمهور الذي وصل عدده إلى 700 ألف مشارك. أحد أبرز الفنانين الذي أضفى لمسته الخاصة في الحدث كان دي جي خالد، الذي قال للصحافة إن المهرجان يعكس الوحدة الإيجابية والحب الذي يجمعنا جميعا، إنه حب الموسيقى. وكان التمثيل النسوي على رأس جدول أعمال منظمين ميدل بيست. وقالت ندى الحلبي مديرة استراتيجية المهرجان: أتأكد من أن لدينا تنوعا في أحداثنا سواء في التشكيلة أو في الحاضرين. نحن نتأكد من أن تجربتنا تلبي احتياجات الأناث أيضا. المزيد نتابعه في سياق هذا التقرير. إنه مهرجان كبير، هنالك الكثير من الأعمال.
هنالك أكثر من 700 ألف شخص قدموا لحضور أعمال تيستو ومارشميلو وبوست مالون وبورنو مارس ودافيد جيتا على مدار 3 أيام هنا في ميدل بيست ساوند ستورم. يستقطب أكبر مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط أكثر من 200 فنان دولي ومحلي. كان دي جي خالد أحد أكثر الأشخاص البارزين هذا العام، والذي التقينا به فور خروجه من المسرح لمعرفة ما الذي يجعل هذا المهرجان مميزاً. إنه تعبير عن الوحدة والإيجابية والحب الذي يجمعنا، والموسيقى التي تجمعنا. إنه الحب. منسقة الدي جي السعودية كيان تقود راية المواهب النسوية في صناعة الموسيقى. أعتقد كأنثى لا ينبغي أن يكون لديك فرص أقل. أنا فنانة بالنسبة للجميع، الموسيقى للجميع. أعتقد أن الذكور والإناث يلعبون دورا متساويا. بالنسبة لنا كإناث سعوديات، إتاحة الفرصة لنا للتعبير عن الفنون والموسيقى التي نشاركها مع العالم شيء مهم للغاية، ويسعدنا أن تتاح لنا هذه الفرصة. يحتل تمثيل الإناث مكانة مهمة في جدول أعمال منظمي ميدل بيست ساوند ستورم. نحرص أن يكون لدينا تنوع في أحداثنا سواء في التشكيلة أو في الحاضرين. نتأكد من أن تجربتنا تلبي احتياجات الإناث أيضا. ربما أكون أحد الأشخاص القلائل الذين يشغلون هذا المنصب، لكنني آمل أن يكون لدينا المزيد من الإناث في هذا الفضاء. الجمهور هنا كبير ومتنوع، وهنالك أمر واحد مشترك يجمعهم، إنهم هنا من أجل الموسيقى. هنالك رقص، هنالك موسيقى الجاز، هنالك تيستو الآن يقوم ببعض الدي جي. إنه تنوع كبير. لدينا مجموعة كبيرة من الفنانين، هنالك سويديش هاوس مافيا. إنه شعور رائع أن تكون من الرياض وتستضيف أكبر مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط. إنه أكبر بكثير مما رأيته في جنوب إفريقيا، لم أرى شيئا بهذا الحجم. يمتد موقع المهرجان على أكثر من 5 ملايين متر مربع. حافظت مناطق المتنزهات المخصصة لمقدمي الطعام وفناني الشوارع على حيوية المهرجان على مدار أسبوع في الرياض. وهنالك حماس كبير حول توسع هذا المهرجان في الإصدارات المستقبلية. ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية الثلاثاء أن تقريرا صادرا عن الأمم المتحدة يستند إلى معلومات استخباراتية قدمتها الدول الأعضاء يؤكد أن متطرفا مصريا ويدعى محمد صلاح الدين زيدان والملقب بسيف العدل يعتقد أنه مقيم في إيران هو الآن الزعيم الفعلي لتنظيم القاعدة الإرهابي. وأوضحت الصحيفة أنه لطالما كان ينظر إلى سيف العدل 62 عام أحد أعضاء القوات الخاصة المصرية سابقا على أنه الأكثر ترجيحا لخلافة الزعيم السابق للقاعدة أيمن الظواهري الذي قتل في غارة جوية أمريكية في كابول عام 2022. لكن لم يكن هناك إعلان رسمي من التنظيم أو تأكيد على تولي سيف العدل مسؤولية زعامة الجماعة. وقال التقرير الصادر عن لجنة مراقبة العقوبات على تنظيم داعش والقاعدة التابعة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة والذي نشر الاثنين إن الحساسيات السياسية تجاه إيران وأفغانستان التي تديرها طالبان حالت دون أي اعتراف رسمي من القاعدة بدور سيف العدل الجديد. المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع نتابعه في سياق هذا التقرير. تخبط كبير يعيشه تنظيم القاعدة الإرهابي في الوقت الحالي بعد مقتل أيمن الظواهري زعيم القاعدة. فالتنظيم الذي سقط قائده ومؤسسه أسامة بن لادن قبل 11 عاما يعيش فترة حرجة لاختيار خليفة الظواهري والذي قتل في غارة أمريكية في أفغانستان خلال الأيام الماضية. ومع الإعلان عن مقتل الظواهري بدأت التساؤلات تتصاعد حول من سيكون خليفته، وبرزت عدة أسماء أبرزها محمد صلاح الدين زيدان والملقب بسيف العدل، وهو أحد أكثر المطلوبين دوليا. ووضعت الولايات المتحدة جائزة مالية تقدر ب10 ملايين دولار إذا يدلي بمعلومات تؤدي مباشرة إلى القبض على سيف العدل المطلوب 1998 بسبب تفجير استهدف سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية في تنزانيا وكينيا، حيث قتل وقتها 224 شخصا. محمد صلاح الدين زيدان والملقب بسيف العدل يسود الغموض شخصيته ولا توجد له سوى صورتين فقط. من مواليد محافظة المنوفية في عام 1960 سبق له الانضمام إلى حركة الجهاد الإسلامي، وهي منظمة متطرفة شارك في تأسيسها الظواهري وتلقى تدريبات عسكرية. يعتبر من الحرس القديم في تنظيم القاعدة،
وكان عضوا قياديا في وحدة الحماية المباشرة لأسامة بن لادن، ودرج في قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لأكثر الإرهابيين المطلوبين منذ إنشائها في عام 2001 ومنذ 2002 أو 2003 وقبل انضمامه للقاعدة. ألقي القبض عليه في القضية التي عرفت بإعادة إحياء تنظيم الجهاد في عام 1987، واتهم بالتورط في محاولة اغتيال وزير الداخلية حسن أبو باشا قبل إطلاق سراحه لعدم كفاية الأدلة بعد خروجه هربا إلى أفغانستان في عام 1989، ثم الانضمام لتنظيم القاعدة. وبعد هجمات 11 من سبتمبر عام 2001 عاش في إيران هو وأعضاء آخرون من القاعدة فيهم قادة من الجهاديين. كان صديقا مقربا بن لادن، وبرز اسمه بقوة خلال معركة شرسة بخلافة الزعيم الأسبق للتنظيم في عام 2011، واختير زعيما مؤقتا للتنظيم قبل أن يرتب عملية الخلافة لصالح أيمن الظواهري. وصفته صحيفة لافيغارو الفرنسية بأنه عضو تاريخي في القاعدة وخبير بارع في أعمال التنظيم وفروعه الخارجية. قال مسؤولون أمريكيون إن جسما غير معروف اسقطته طائرات مقاتلة أمريكية بصاروخ الأحد فوق بحيرة هورن على الحدود مع كندا، ويعتقد أنه نفس الشيء الذي تعقبته السلطات فوق مونتانا وفقا لوكالة أسوشيتد بريس. ويأتي هذا الحادث بعد إطلاق نار على أجسام سابقة في ألاسكا وكندا كانت تحلق على ارتفاعات شكلت تهديدا للطائرات التجارية وفقا لما نقلته الوكالة عن المسؤولين الذين كانوا على علم بالسقوط. وغردت النائبة عن ميشيغان التي تقع جنوب البحيرة ألاسكا لوستكين أسقط طيارون من القوات الجوية والحرس الوطنية الجسم. وقال النائب عن ميشيغان أيضا جاك بيرغمان إن الجيش الأمريكي عطل جسما فوق البحيرة وفقا لوكالة فرانس بريس، ولم يصدر على الفور تأكيدا من وزارة الدفاع البنتاغون، لكن النائبة عن ميشيغان إليسا سلوتكين قالت إنها تلقت مكالمة من الوزارة بشأن هذا الجسم الجديد. وأضافت عبر تويتر: سنعرف المزيد عن الأمر في الأيام المقبلة، لكن في الوقت الحالي تأكدوا من أن جميع الجهات راقبته عن كثب منذ اللحظات التي احتجز فيها مياهنا. ويأتي ذلك في وقت تعمل الولايات المتحدة وكندا على استرداد حطام 3 أجسام غامضة أسقطت فوق أراضيها، وفي ظل توتر متزايد أدى إلى عمليات إغلاق قصير المجال الجوي في الأيام الأخيرة. ووسط حالة التأهب القصوى أعلنت السلطات الأمريكية في وقت سابق الأحد إغلاق المجال الجوي فوق بحيرة ميشيغان قرب الحدود مع كندا قبل أن تعيد فتحه. المزيد عن هذا الموضوع نتابعه في سياق هذا التقرير. واشنطن انتهضت صينيا كان يحلق فوق الأراضي الأمريكية. قامت طائرات مقاتلة بإسقاط جسم جديد مجهول كان يحلق على ارتفاع عال فوق شمال كندا. وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قالت إن قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية نوراد رصدت الجسم لأول مرة فوق ألاسكا في وقت متأخر من مساء الجمعة. طائرات مقاتلة أمريكية قامت حينئذ بمراقبة الجسم أثناء عبوره المجال الجوي الكندي قبل أن ينجح في إسقاطه فوق الأراضي الكندية. عملية الإسقاط جرت بعد إصدار أوامر من كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وكذلك بتنسيق بين وزيري دفاع البلدين. كندا كانت تتعقب جسما يحلق على ارتفاع عال فوق يوكون. قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية نوراد اكتشفت هذا الجسم وأرسلت طائرات مقاتلة كندية وأمريكية لرصده. تم التعرف على الجسم باستخدام طائرة مقاتلة تابعة لنوراد. اليوم وبناء على توجيهات رئيس الوزراء نجحت الطائرات المقاتلة في إسقاطه. وخلال مؤتمر صحفي رفضت وزيرة الدفاع الكندية التكهن بأصل الجسم ووصفته بأنه اسطواني الشكل، وأشارت إلى أنه كان يحلق على ارتفاع 40,000 قدم ويشكل تهديدا على الحركة الجوية المدنية. وفقا للبيت الأبيض اتفق بايدن وترودو على مواصلة التنسيق الوثيق بين البلدين للدفاع عن المجالين الجويين الأمريكي والكندي. يأتي ذلك في وقت انتقد فيه مشرعون أمريكيون بايدن لعدم سرعة إسقاط المنتدى الصيني. مشاهدينا، ونبقى في أمريكا حيث ارتفع عدد ضحايا حادث إطلاق النار الذي شهدته جامعة ولاية ميشيغان الأمريكية إلى 3 قتلى، فيما قالت الشرطة أن جميع القتلى من منطقة ديترويت، وهناك ما لا يقل عن 5 مصابين آخرين بعضهم مصاب بجروح خطيرة تهدد حياتهم.
وكشفت الشرطة الأمريكية النقاب عن دوافع محتمل الهجوم الذي شهدته جامعة ميشيغان مؤخرا، مشيرا إلى أنه ربما يكون بدافع الإهانة والاستخفاف. وقالت الشرطة الخميس أن المسلح الذي قتل 3 طلاب في جامعة ولاية ميشيغان وأصاب 5 كان يحمل معه مفكرة تتضمن كل الأماكن التي ربما يكون قد تعرض فيها للإهانة والاستخفاف، بما يشير إلى دافع محتمل وراء الهجوم. وشددت السلطات خلال إفادة ناقشوا فيها ما وجدوه مع المسلح على أن ما دفع أنتوني دوين ماكراي لفتح النار في الجامعة لم يتضح بعد، وانتحر المسلح بعد ذلك بساعات بعدما تمكنت الشرطة من رصده. وذكرت السلطات أن ماكراي دخل بيركي هول وهو مبنى أكاديمي في الحرم الشمالي للجامعة، وبدأ بإطلاق النيران ثم فر إلى مبنى آخر قريب وفتح النار هناك قبل وصول الشرطة. وعثرت الشرطة على جثته على بعد نحو 6 كيلومترات من الحرم الجامعي بعد نحو 3 ساعات من البلاغ الأول عن وقوع إطلاق نار. وأظهرت لقطات فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات الرعب التي عاشها الطلاب عقب إطلاق النار. بعد عام على حرب أوكرانيا، من المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار خاص بشأن أوكرانيا لن يتضمن أي مقترحات معينة من أجل حل سلمي للصراع. يأتي ذلك في الوقت الذي تكثف فيه روسيا ضرباتها للبنية التحتية الأوكرانية، ولا يتضمن القرار الذي طلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية أي مقترحات معينة من أجل حل سلمي للصراع، ولكنه يؤكد مواقف تحدثت عنها بالفعل الدول الأعضاء بالجمعية العامة، والبالغ عددهم 193 دولة، وتشمل دعم سلامة الأراضي الأوكرانية، ومطالبا بسحب روسيا قواتها. ومن المقرر أن تبدأ جلسة الجمعية العامة يوم الأربعاء المقبل، حيث يتوقع أن يحضرها وزراء خارجية كثير من الدول. وتحل ذكرى مرور عام على الغزو الروسي يوم الجمعة 24 من شباط فبراير. وقال دبلوماسي لوكالة الأنباء الألمانية: القرار صدى لقرارات معينة مررتها الجمعية العامة، ولم تكن استراتيجية الداعمين الغربيين لأوكرانيا وضع خطوط عريضة معقدة لخطة تهدف إلى إنهاء الصراع للتصويت، ولكن لتحفيز أكبر عدد ممكن من الدول لدعم القرار. الهدف هو متابعة التصويت الذي جرى في تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي، عندما صوتت 193 دولة ضد ما أعلنته موسكو من ضم أجزاء كبيرة من أوكرانيا للاتحاد الروسي. مشاهدينا، ما زالت الأحداث مستمرة من عين على العالم. عثر على جثة 18 مهاجرا داخل شاحنة على بعد حوالي 20 كيلومتر من العاصمة صوفيا، علما بأن بلغاريا تواجه منذ أشهر تدفقا غير مسبوق للمهاجرين منذ أزمة 2015 وفق ما قالته وزارة الداخلية البلغارية الجمعة. وقالت الوزارة في بيان لها إن الشاحنة كانت تنقل أخشابا وتحمل مهاجرين غير قانونيين مختبئين في مقصورة، مضيفة أنه تم العثور على الشاحنة بالقرب من قرية لوكروسكو. وقال وزير الصحة أسين ميديغيف إن 34 مهاجرا بينهم 5 أطفال نقلوا إلى المستشفيات في صوفيا، بعضهم في حالة حرجة لكنها مستقرة. وقالت وزارة الداخلية إن الشرطة تسعى للتعرف على سائقي الشاحنة الهاربين. وتقع بلغاريا على طريق يستخدمه المهاجرون من الشرق الأوسط وأفغانستان لدخول الاتحاد الأوروبي. وفي 2015 ألقي القبض على 3 من سائقي الشاحنات البلغاريين، واتهموا فيها في واقعة مقتل 71 مهاجرا عثر عليهم ميتين بالقرب من طريق سريع بالنمسا. وفي كانون الأول ديسمبر منعت النمسا وهولندا وبلغاريا من دخول منطقة شنغن التي لا تتطلب جوازات سفر بسبب مخاوف تتعلق بالأمن وسيادة القانون، لكن البلاد تعتزم محاولة العودة مرة أخرى هذا العام. وأخيرا كشف القائمون على جائزة اليانصيب الأمريكية باوربول أخيرا
هوية الفائز بجائزتها الكبرى التي سحبت شهر نوفمبر الماضي وقدرها مليارات دولار. وكشفت مديرة شركة اليانصيب أن إدوين كاسترو من كاليفورنيا هو الفائز بالجائزة، لكن مدير فرع الولاية لباوربول قال في تصريح صحفي الثلاثاء إن الرجل يود أن لا يظهر أمام الملأ، وفق ما نقل شبكة NBC نيوز. وينص قانون كاليفورنيا أن تذاع أسماء الفائزين، حيث لا يمكن أن يتكتم اليانصيب عن اسم الفائز، بيد أنه يمكن أن يرفض الظهور أمام الجماهير والإعلام عند الإعلان. وقال مسؤولون إن معلومات التعريف الأخرى للفائز مثل مكان الإقامة أو العمر أو تفاصيل أخرى ستبقى سرية. وقال الفائز المحظوظ في بيان قرأ في حفل الثلاثاء إنه مصدوم وفرح لفوزه بالجائزة الكبرى، بينما لم يكشف كيف سينفقها. وقالت كارولين بيكر نائبة مدير اليانصيب والمتحدثة باسمه إنه اختار المبلغ الإجمالي الذي يبلغ 997 مليون دولار، مشيرة إلى أنه أغلب الفائزين يأخذون هذا الخيار، والفائزون لديهم خيار الحصول على الجائزة في 30 دفعة على مدار 29 عاما، حيث يكون المبلغ أكبر ولكن يتم توزيعه بمرور الوقت. مشاهدينا، كنا وإياكم وحلقة مفصلة من برنامجنا الأسبوعي عين على العالم، والذي يأتيكم مباشرة من قناة أمريكا اليوم. ولمتابعة كل ما هو جديد بإمكانكم زيارة القناة على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا. في الختام شكرا لكم وإلى اللقاء. هذه الأخبار وغيرها تتابعونها في برنامج عين على العالم، نطرح من خلاله عرضا شاملا لأهم الأخبار العربية والدولية على مدار أسبوع كامل. عين على العالم، برنامج إخباري يأتيكم من قناة أمريكا اليوم في الأوقات الآتية.